هو اللي بيدّي زيادة ليه بيتوجع أكتر. دايمًا بنسمع جملة أنا ادّيت كتير أوي في العلاقة دي وما خدتش منها حاجة، أنا في بيت أهلي على طول أنا اللي بادّي وفي المقابل ما باخدش حاجة، أنا على طول في الشغل بتاعي بادّي كل حاجة وفي المقابل ما باخدش كل حاجة، فليه اللي بيدّي زيادة ليه بيتوجع أكتر؟ الطبيعي إن ده دور قديم جدًا أنت قايم بيه في الsystem بتاعك، الover giving، إن أنا طول الوقت محتاج أدّي مشاعر، أدّي وقت، أدّي مجهود، أدّي ماديات، أدّي هدايا. طب يا ترى بنعمل كل ده ليه؟ أصل الحدوتة إن إحنا اتعودنا وإحنا صغيرين الحب المشروط، أنا لازم أدّي هدوء وأبان إن هادي وطفل مطيع عشان أتحب أكتر، أنا لازم أسمع الكلام وما أعملش قلق عشان آخد حاجة أنا عايزها، أنا لازم أبان هادي طول الوقت في العلاقة دي وما أعملش مشاكل عشان أتحب أكتر وعشان العلاقة دي تكمل. فأنا طول الوقت محتاجة أقدّم حاجات كتير أوي في العلاقة دي عشان أنجح فيها، طول الوقت محتاج أبذل قصارى جهدي عشان أنال إعجاب الجماهير. فيا ترى إيه اللي كان بيحصل في الطفولة؟ اللي بيحصل في الطفولة هو نفس الشخص اللي كبر ده هو اللي كان بيهدّي البيت وهو صغير، هو اللي كان طول الوقت شايل على كتافه إن أنا لازم أخلّي الناس كلّها مبسوطة منّي، أنا لازم طول الوقت أبقى perfect وما باغلطش وأسمع الكلام عشان الناس كلّها تبقى مبسوطة منّي وتحبّني. فده لمّا بدأت أكبر شِلت نفس الحمل ده معايا، وبقيت طول الوقت أنا المسؤولة عن سعادة الجماهير، أنا اللي مسؤولة عن سعادة البيت، أنا اللي مسؤولة عن سعادة شريك الحياة. فابتدي أدّي وفي الآخر نلاقي نفسنا عمّالين نعيد نفس السؤال، هو أنا ليه ما باخدش زي ما بادّي؟ هو أنا ليه ما باتقدّرش زي ما أنا مقدّرة الناس؟ وده سببه ببساطة شديدة جدًا إن أنا عايزة طول الوقت حُب، طول الوقت عايزة اهتمام، عايزة مشاعر، عايزة حقي الطبيعي في الحياة اللي كلنا بنحلم بيه، اللي هو أنا أستاهل الحب، أنا أستاهل أتحب. لمّا آجي أدخل بعد كده العلاقة ألاقي ما فيش توازن، ألاقي إن أنا بادّي كتير واللي قدامي بيدّي قليل لدرجة تحسسني إن أنا مهمشة، إن أنا مش متشافة، إن أنا مش متقدّرة. ومن هنا تبتدي رحلة التصالح مع النفس بإن إزاي أعرف أبتدي أحب نفسي بجد، أدّي نفسي اللي أنا مفتقده، إزاي أدّي نفسي التقدير، إزاي أدّي نفسي الحاجات الكتير اللي أنا عمّال أوزّعها هنا وأوزّعها هنا وأوزّعها هنا، وهي في حقيقتها وأصلها كل الحاجات دي هي دي اللي أنا محتاجاها. فمن خلال الوعي النفسي، من خلال الجلسات اللي إحنا بناخدها ونشتغلها مع بعض، من خلال فهمك أصلًا للمفهوم ده، وتعرف إزاي أعرف أدّي نفسي، يبتدي يتفك حلول كتير في المشاكل اللي انت بتعاني منها مع شريك حياتك. ساعتها بس هتحس يعني ايه توازن، هتفهم يعني ايه توازن في العلاقات، هتفهم يعني ايه توازن في الأخذ وفي العطاء، هتفهم يعني ايه توازن في الحب وفي المشاعر وفي الوقت وفي الجهد. أول ما تبتدي تشتغل على نفسك صح هتعرف ازاي حقيقي معنى كلمة حب. فما تقدميش نفسك وسيلة علشان تتحبي، وافتكري دايما ان الاتنين في العلاقة مع بعض لازم يبقوا شايفين إن هما الاتنين حقيقي يستاهلوا. أشوفك على خير وأشوفك على خير في فيديو جديد إن شاء الله في سلسلة العلاقات اللي جاية.